أهلا بيكم من جديد في تيشو توك. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الأجزاء في الخلية، ده بقى اللي بنسميه المدير أو المهندس بتاع الخلية، خصوصاً لما الخلية تقرر إنها تنقسم، وهو السنتروسوم. يلا بينا نشوف حكايته إيه. تعالوا نبص على شكله. السنتروسوم عامل زي المركز اللي بيبقى قريب من نواة الخلية اللي بتنقسم، بيتكون من حاجتين أساسيتين زي ما يكونوا توأم، 2 سنتريولز. السنتريول دول شكلهم اسطواني وبيبقوا محطوطين جنب بعض بزاوية قايمة، يعني عاملين زي حرف ال بالظبط. طيب ايه اللي ماسكهم ومحوطهم؟ حاجة اسمها بيري سنتريولار ماتريكس، يعني المصفوفة المحيطة بالسنتريول. دي بتبقى عاملة زي مادة كده بتغلفهم وبتساعدهم في شغلهم. لو بصينا على تركيب السنتريول الواحد هنلاقيه معماري تحفة، عبارة عن 9 مجموعات من المايكروتيوبيولز الثلاثية، بنقول عليها مايكروتيوبيول تريبلتس، مترتبين بشكل منظم جدا في شكل دايرة. المهم إن مفيش مايكروتيوبيولز في النص، علشان كده بنقول إن التركيب بتاعه 9+0. السنتروسوم ده ذكي جدا، بيجهز نفسه للمستقبل قبل ما الخلية تنقسم، وتحديدا في الفترة اللي بيحصل فيها تضاعف للدي ان ايه اللي هي الاس فيس. السنتروسوم بيعمل نسخة طبق الأصل من نفسه، يعني بدل ما كان عندنا سنتروسوم واحد فيه 2 سنتريول، بقى عندنا 2 سنتروسوم كل واحد فيهم جاهز عشان يروح قطب من أقطاب الخلية. نيجي بقى لأهم جزء، السنتروسوم ده بيعمل إيه؟ السنتروسوم ليه وظائف حيوية خطيرة، هو الميتوزيس كوماندر، يعني قائد الانقسام. لما الخلية بتيجي تنقسم، يعني في عملية الميتوزيس، السنتروسوم اللي اتضاعف ده ينقسم نصين، كل النص بيروح لقطب عكس التاني في الخلية. هناك بقى بيشتغل كمركز لتنظيم المايكروتيوبيولز، مايكروتيوبيول أورجانيزنج سنتر، أو اللي مكتوبة باختصار MTOC، وبيكون حاجة اسمها ميتوتيك سبندل، خيوط المغزل. المغزل ده هو اللي بيشد الكروموزومات عشان تتوزع بالتساوي على الخليتين الجداد. هنا معلومة مهمة، ليه في خلايا في جسمنا مش بتنقسم؟ زي الخلايا العضلية اللي هي السكيليتال ماسل، وعضلات القلب اللي هي الكاردياك ماسل، وكمان النيورونز اللي هي الخلايا العصبية. الإجابة ببساطة علشان الخلايا دي ما عندهاش سنتروسوم، وبالتالي مش هتقدر تعمل الميتوتيك سبندل ومش هتقدر تكمل عملية الانقسام. لكن خد بالك، على عكس الخلايا العصبية اللي مش بتنقسم، في خلايا اسمها نيوروجليا في الجهاز العصبي المركزي والطرفي بتقدر تنقسم عادي بالميتوسيس. عشان كده لو حصل أي تلف أو إصابة في CNS، النيوروجليال دي بتنقسم وتملى المنطقة اللي حصل فيها التلف. نرجع بقى لوظائف السنتروسوم. السنتروسوم بيشتغل كبيزل بادي للسيليا، أساس الأهداب، يعني بيشتغل كجسم قاعدي علشان يكون السيليا. الأهداب دي بتساعد في الحركة ونقل المواد على سطح الخلية، زي اللي موجودة في الجهاز التنفسي. الخلايا اللي فيها أهداب كتير ممكن يكون فيها مئات أو ألاف من الأجسام القاعدية دي اللي اتفقنا إنها في الأصل سنتريول. كمان بيشتغل كبيزل بادي فور سبيرم تيل، يعني أساس ديل الحيوان المنوي. نفس الكلام، السنتروسوم بيشتغل كجسم قاعدي عشان يبني الأنابيب الدقيقة اللي بتكون ديل الحيوان المنوي، وده طبعا أساسي عشان حركته. الخلاصة إن السنتروسوم مركز الخلية للانقسام والحركة، بيتكون من 2 سنتريول بزاوية قايمة، بيتضاعف قبل الانقسام وبيكون الميتوتيك سبندل، وكمان هو الأساس اللي بيتكون منه السيليا والسبيرم تيل. أتمنى يكون الشرح عجبكم وبقى الموضوع أبسط. لو عندك أي سؤال سيبه في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.